اهلا بيكم في فيديو جديد. طبعا اللي ما شافش الاحداث اللي حصلت الاسبوع ده فانت فايتك كتير قوي قوي قوي. الاسبوع ده كان مليان احداث مأساويه وخصوصا في فلسطين الحبيبه وبالتحديد في جنين. فيلا بينا نبدا الحكايه. يلا بينا. اعلنت الولايات المتحده الامريكيه دعمها لاستمرار امن اسرائيل، وده بالموافقه على استمرار التوغل العسكري اللي حصل في مخيم جنين في شمال الضفه الغربيه. وقال متحدث باسم البيت الابيض ان الكيان المحتل ليه الحق عن الدفاع عن امنه واستقراره في وطنه، وده ضد حماس والجهاد الاسلامي والفصائل الارهابيه اللي هم بيسموها ارهابيه، بس ما علينا، هي الفصائل المقاومه المدافعه، وده على حد تعبير الاداره الامريكيه. ومن جانب تاني بقى عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتماع طارئ قال خلاله ان الكيان المحتل هينتهي ولن يستمر. طبعا حث عباس المجتمع الدولي على توفير الحمايه لفلسطين، ما سماه العنوان الهامي. وده مش بس كده، ده ذكر طواقم اعلاميه تابعه لشبكات تلفزيون قطريه فلسطينيه كانت بتغطي الاحداث الجاريه. القوات المحتله فتحت النار عليها، واللي ادى انها تدمر معداتها بالكامل. محافظنا نايم، سلطتنا نايم، بتطلع علينا الرئيس ابو مازن، بتطلع علينا. يعني مش قد كلمه يطلع يبرر، يعني يقول انه شو اللي بصير، ينكر هذا الاشي، يستنكروا. شو اصابات شباب، غاز على المستشفى، ضربوا غاز، طيارات بتقصف، قصف طيران، يعني اغتيال مباشر للابرياء، للناس العزل، للمدنيه، للدور، يعني اقتحام دور وناس عزل فيها، فيش فيها مقاومين. وهنا مقاومتنا مش فقط بس الأراضي، مقاومتنا على كلمة الله، روح جيل بيجي جيل بيجي جيل. يعني هون عش دبابير، انت بتقول عش دبابير هون مخيم جنين، يعني عش دبابير، كل ما تنبشه كل ما بيطلع دبابير، كل ما بيطلع، يعني مش راح تنتهي المقاومة هون. يعني طيارات بتضرب صواريخ على ناس على الدور عزل، فيش فيها سلاح، فيش فيها بس اطفال. يعني شفت الناس اللي بتطلع من هون حاملة اولادها وحاملة مرة. الحكايه بدات من الرساله دي، بس قبل ما نتكلم تعالى نرجع بالحكايه لورا شويه. جنين مدينه فلسطينيه، مركز محافظه جنين، اكبر مدنها. جنين تقع في شمال الضفه الغربيه التابعه للسلطه الفلسطينيه، تعتبر تاريخيا احدى مدن المثلث في شمال فلسطين، وتبعد عن القدس حوالي 75 كيلومتر، بالرغم ان عدد سكانها قليلين لحد ما حصلت النكبه، وده بالمقارنه بالمدن الفلسطينيه الثانيه، الا ان ليها تقل اقتصادي كبير جدا جدا جدا، ده اكبر بكتير من حجم عدد سكانها. عدد سكان المدينه حوالي 39,000 نسمه، اما المحافظه فبيسكنها حوالي 250,000 نسمه. القوات المحتله داخلين وبيعملوا عمليات عسكريه. طبعا زي ما عارفين في كتب التاريخ ان اي محتل بيكون فيه سببين، سبب حقيقي وده بيكون خفي عن الناس، وسبب وهمي وده اللي بيكون عامله للناس كلها وبيقولوا للناس كلها بكل سهوله. السبب الوهمي اللي هم بيقولوه للناس كلها وهو القبض على عناصر ارهابيه والى اخره. تخيل ناس ارهابيه بيقتلوا اطفال وشيوخ ونساء داخلين عشان يقبضوا على ناس ارهابيه. طبعا داخلين مع حوالي 2000 ضابط، مع شويه طيارات، مع شويه مدافع، مع شويه اليات، والعالم كله بيتفرج. ومش بس كده، لا، ده كميه الغرور انه يقول لك ان احنا مش هنوقف العمليه غير لما ندمر عش دبابير. كميه القتلى والجرحى في الايام اللي فاتت دي ما كانتش قليله. يا ابن الكلب والحقيقه ما كانش فيه رد فعل دولي اصلا عشان المهزله دي توقف. الشعب الفلسطيني ساند بعض وخرج من كل المحافظات عشان يساند اخواتهم في جنين، ودي الحقيقه ان في مقاومه كبيره جدا من اخواتنا الفلسطينيين، واتمنى ان ربنا يحفظهم بحفظه وينصرهم عليهم. الناس بقت تتصل بالفنادق ويقول له انت جاي لك عندك كام غرفه هحجزهم، فالفندق يقول له انا خلاص تمام ما فيش مشكله، كفو والله. تيجي الصيادله والدكاتره يتصلوا بالفنادق يقول لهم انتوا عايزين مستلزمات كذا، عايزين كذا، عايزين كذا. الناس كلها فعلا في فلسطين سندت اخواتهم في جنين. وطبعا كل الاخبار دي كنت بشوفها عن طريق البيج اللي بتابعها على الانستجرام، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن ده، لحد ما اعلن يوم الثلاث ان القوات انسحبت من جنين.
وبكده يكون المقاومه انتصرت، ولا عرفوا ان هم دمروا عش الدبابير ولا اي حاجه. رساله بس احب اوجهها، افتكروا دايما ان الاوكراني انسان زيه زي الروسي، زي العراقي، زي المصري، زي الفلسطيني. لما تيجي تفصل حقوق الانسان خلي بالك ان احنا كلنا مقاس واحد، عشان لو ما خدتش بالك وفصلت غلط هيبقى شكلك اهبل قوي. وبس كده تكون نهايه الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبك. اعطي المحتوى ما تنساش تعمل لايك. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.